بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم زملائي الاعزاء في حلقه جديده من حلقات بودكاستنج تبع دبل فيزيت. النهارده هنكون معانا زميلتنا من الله من دمياط. يعني خليها هي تعرف نفسها وهي تتفضل بقى. ازيك يا دكتور. اخبارك ايه صفا؟ مم، الحمد لله. آه، انا حاليا بقالي في الكارير اراوند 6 سنين. مم. انا اصلا خريجة طب بيطري. آه، اشتغلت سنتين او سنتين ونص في صيدلية، كنت في الفترة دي بحضر دبلومة. بعد كده بدأت شغل الكارير، وحاليا بقالي اراوند 4 سنين في نفس الشركة يعني. هيبقى على خير يا رب، على خير. يلا. طيب. هو اللي لفت انتباهي حاجه يعني، مم. او مستهدف مع دكتوره منا حاجه يعني، مم. ان حضرتك شغاله وام. آه، تعملي توازن ده ازاي؟ خاصه ان شغلنا سو دايناميك، ما فيش مواعيد ثابته لشغلنا، ما فيش اند تايم لشغلنا. عايز ده اللي عايز اعرفه النهارده. الأهم حاجة بجد ان في الاول كنت في مرحلة الدينايل. في الاول كنت داخلة تشالنج اللي هو لأ، وانا لازم ابرفورم زي ما كنت مش مخلفة. مم. وده كان مخليني طول الوقت frustrated، طول مم. الوقت حاسة ان انا بجري في سبق انا مش هلحق فيه. مم. فاول حاجة خلتني بجد ان انا اعرف ابالانس الموضوع، ان انا اعترف ان دي مرحلة جديدة بسمات جديدة. مش شرط ان هي تبقى تقصير في الشغل، مين قال؟ بالعكس. آه، دي اول حاجة. خلينا ابداها ستيب باي ستيب. اول حاجة ان انا بيني وبين نفسي كان لازم ابقى فليكسبل انف ان انا اعترف ان انا لازم اخد شكل جديد، شكل جديد في تفكيري، شكل جديد في تخطيطي، شكل كتير في حركتي، في الكونسيدريشنز بتاعتي. فالفلكسبيليتي مع نفسي في التغيير، دي كانت اول حاجة. تاني حاجة البلاننج بقى، ودي ليها حتة تانية لوحدها. تالت حاجة، ومش عارفة هي ممكن تكون تالت حاجة في الخطوات، بس هي من أهم حاجة: ask for help. بمعنى. يعني ask for help يعني بمعنى ان انا مثلا يعني من اول مديري في الشغل، ان هو مثلا يعني في وقت معينة انا مش هقدر ارد عليك عشان مثلا ده هبقى بنام بنتي مثلا. كنت في الاول بحس ان انا بجري من ان انا ادمت حاجة زي كده، بس لا، بقيت بعرفه مثلا. انا الفترة اللي ما بين الاي ام والبي ام دي فترة التشارج بتاعي، مم. لان انا ببقى مش نايمه كويس بالليل، وبرجع دي الفتره حقيقي اللي انا بري بالانس فيها. فانا في الفتره دي مش هقدر ابقى متواجده دايما، ولو مم. اختفيت حضرتك تبقى فاهم متفهم. مم. فدي مثلا حاجه انا كنت في الاول بخجل منها، كأن انا مش عايزه ابقى مثلا، يعني مش عايزه احسس المدير ان احنا مثلا لو 6 7 زمايل على الترابيزه مم. فهم كلهم جامدين جدا، بس منى هي اللي عندها بنت، فمعلش ما تكلمهاش بعد الاي ام عشان هي هتبقى بتريح عشان بنتها. لا، انا كنت في الاول بأخجل من حاجه زي كده، مم. وكنت عايزه احسسه ان لا، انا زي كل اللي قاعدين. لحد ما وصلت لمرحلة لا، أنا مش زي كل اللي قاعدين. ده مش معناها إن أنا أقل منهم ولا أحسن منهم، ده معناها إن أنا أخدت طبيعة تانية، شكل تاني. أنا صحيح. خدت وقت مش قليل على ما قررت إن أنا لا، عادي أنا ماما مم. وشغالة، وده مش معناها إن أنا هقل في البرفورمانس بتاعي. ده معناها بس إن أنا في عندي considerations أكتر هاخد بالي منها. دي كانت اول حاجه، التهيئه النفسيه ليا انا، صحيح. صحيح. والتيكن بنفيتس. يعني الامومه دي حرفيا على قد ما هي مسؤوليه ومجهود وقله نوم، ووقتك مش ليكي، وممكن مثلا خلاص انا هلبسه ونازله الشغل يحصل اي حركه من حركات الاطفال، سواء بقى هنغير مم. سواء وقعنا حاجه. بس في نفس الوقت موتيفيشن الدنيا كلها ان انت عايز تخلص كل الشغل اللي وراك in a perfect way عشان ترجع البيت وانت حاسس ان انت relieved تماما، وقتك كله concentrated لطفلك.
مم. عايز تبقى اب احسن. ما هو يعني انا عايزه بنتي وانس ان هي تكبر تبقى ماما دي حد ناجح، حد متقن لشغله، مم. عشان هي تشوف ماما متقنه لشغلها فهي هتذاكر كويس. انت عايز تبقى رول موديل. فانا بدات ان انا افوكس على الحته دي اكتر من ان انا افيل شاي، مم. اكتر من ان انا افكر يا ربي لسه ده انا كنت في الاول قبل ما اخلف كنت بقوم براحتي والبس براحتي وانزل براحتي. ماشي، انا دلوقتي الحاجات دي كلها مش بعملها براحتي، بس في نفس الوقت انا عندي سوبر. موتيفيشن. اه. بالظبط. حاجة تانية ask for help، وده طبعا أكيد البارتنر بتاع حياتي، شريك مم. حياتي أو والد بنتي، مم. برضو لازم يبقى، لازم طبعا يبقى مراعي حاجة زي كده. مم. وده طبعا شيء مهم جدا. صحابي مفيش مشكلة، يعني أنا كنت في الأول مثلا طول الوقت حاسة إن أنا مقصرة في السوشيال لايف بتاعتي. مم. دلوقتي لا، بقى عادي جدا إن أنا ask for help لحد مثلا أنا مش هقدر أروح أجيبها من عند مامتي، حد تاني هيروح يجيبها. كله بقى بيساعد. حلو أوي. اه. بالظبط. اه. اه. كله بقى بيساعد. وفي مم. نفس الوقت اللي هو انت بدل ما انت كنت مزنوق في اوضه وفيها داير فيها خناقه، هظبط لبس امتى، هظبط مواعيد امتى، لا حرفيا انا بقيت اسك فور هيلب من كل اللي حواليا. فبدل ما بقيت انا في اوضه مسجونه لوحدي والكل واقف بره مش عارف ايه اللي بيحصل في الاوضه دي، بس مم. براهم ان منا ما بتسالش، منا مختفيه، لا كله بقى بيشارك تعال. بقى. انا عارف، فقشطه. انا ما بسالش ليه، تعال شيل. بالظبط كده، تعالى خليني اسال بقى. عليه، مش عايز اسال، تعال شيل. اه. بالظبط. فانا مم. شايفه اول حاجه acceptance، flexibility. مم. وعلى قد ما هي مسؤولية على قد ما هي نعمة. مم. أكيد. فلازم ان الواحد يريتشارج. مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تعوض الأم في المجهود البدني اللي هي بتقوم بيه غير الدفعة النفسية. ايوه صحيح. السلامه طبعا النفسيه، النفسيه لا بتنقل الواحد نقله تانيه فعلا. بالظبط. فسبحان الله يعني إن الله إذا كلف أعان. بس هي التهيئة النفسية، انت مخك هو اللي يقدر يحط قدامك ألف أوبستكل وألف مشكلة وألف ندم وألف تقصير، ومخك هو اللي يقدر يديك ألف opportunity وألف تشالنج وألف success وبرافو عليكي. وبدل ما تبص إن إيه ده وأنا إزاي أنا ما عملتش كذا وكذا وكذا، لا الله أنا عملت كذا وكذا وكذا. فهي just مايند تهيئة نفسية. مايند سيت. مايند سيت. مايند سيت انت اللي بتختار. انا قعدت فترة ما قبل الاعتراف بوجوب التغيير، وفترة ما بعد اللي انا اعترفت بقى وبدات اسك فور هيلب وبدات اهيئ نفسي. بعد كده بدخل بقى في مرحله البلاننج، الحاجه اللي احنا بندرسها theoretical بس ما اه. بننفذهاش قوي. تعالى بقى، تعالى بقى، واقع بالظبط. عملي ونتائج واضحه صريحه. important urgent مهم. ولا important not urgent ولا not important و not urgent، بس البرفكشنزم اللي جوه دماغ كل واحد فينا حطه important و urgent في حاجات كتير قوي. يعني خليتي عنها ابسط كليه. حاجه ايه. حاجات خليتي عنها كليه كانت بالنسبه لك في المربع الاحمر مثلا، المربع الاخضر. بالظبط. يعني فجأة مثلا مش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت. مم. يعني مش لازم كل حاجة في مكان يعني. على اساس أبسط. نسبيه، على اساس كل حاجه على الفرازه يعني، انت اساس. بالظبط. في حاجات كتير، رفاهيات كتير يعني. معظمها كلها في الرفاهيات. أصلا أنا مثلا يعني مش هاجي في مثلا في يوم بدل ما هشتغل 5 أيام هشتغل 4. بس اقدر بدل ما انا اشتغل 5 ايام واشتغل في البيت يومين، اقدر ان انا امينيمايز حاجات واشتغل يوم وادي يوم لنفسي ولصحتي النفسية ولبنتي ولبيتي ولصحابي، وده يديني متنفس. دي حاجة تانية المينيمايز، مينيمايزيشن. مش لازم ان انت تستنى مثلا الظروف المثالية وان البيت مترتب والمطبخ نظيف وخلصنا شغل والبنت نامت عشان ابدا اقرا ارتكل ممكن ياخد مني ربع ساعة. طب ما اقرا في الويتنج بين الزيارات. مم. مش لازم مثلا ان انا استنى قبل الميتنج بتاعي. ثانكس يعني المدير ان احنا عاملين ديفلوبمنت بروجرام كده، ان انا بختار توبيك كل شهر وبقرا فيه وبعمله برزنتيشن وبعرضه في الميتنج. مش لازم استنى قبل البرزنتيشن قبل الميتنج
بيومين عشان ابدا فيها. انا في الاول كنت فعلا انا بسال من كتر ما انا بقى ايه، متلهوجه ومش ويل بلانر لحياتي، كنت استنى قبل الميتنج باسبوع وابدا اسال. لا دلوقتي بقيت بخلي الحاجات كل يعني important بس not urgent، على قد ما بقدر بحط الحاجات في الخانه دي عشان ما احسش ان انا مضغوطه. لان اكتر حاجه ممكن تدمر بالذات، لان هي طول الوقت حقيقي بتاسك herself انا موظفه كويسه، انا كويسه، انا زوجه كويسه. هي طول الوقت، هي طول الوقت عايزه تعمل البالانس ده. فحقيقي اقل ستريس ممكن يبقى في حياه الشخص العادي بيبقى مضاعف في حاله ان هي خاصه ان معروف ان الست مور ايموشنال يعني. فانا كل ما قللت الاسترس وكل ما حطيت الحاجات بتاعتي في الزون بتاعتي اللي هي important not urgent، كل ما كنت اهدى. حاجات ما كانت يعني الجملة اللي بتقول perfectionism is against أو the enemy of progression. مش صحيح. لازم كل حاجة على الشعرة، مم. المهم ابدأ. مم. يعني مش لازم ان انا وانس ان انا مثلا هبدأ التوبيك النهاردة او هبدأ البرزنتيشن النهاردة لازم اخلصها النهاردة. مش مشكلة، هنبدأ حتة صغيرة في حتة صغيرة. كل حاجة انا ممكن، انا كنت شخص بيسيك فور بيرفكشن، دلوقتي لا، اقل مجهود انا بقدره بيني وبين نفسي. وعشان برضو ما انتقلش من الاوفر استيميشن للاندر استيميشن، مش معنى ذلك ان هو مثلا هأثر في حاجات معينة او في شغل او في بيت وارجع اسقف لنفسي، لا. ما انا بقيت بحط لنفسي سمارت اوبجكتيف. يعني انا مطلوب مني النهارده ايه الحاجات الارجنت اللي لازم تخلص، سواء في الشغل سواء في البيت. ده حرفيا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم البلانر، التو دو ليست بتاعت كل يوم. انا مطلوب مني ايه، ما ينفعش اليوم يعدي ما يتعملش، ومطلوب مني ايه يتعمل، وايه ممكن يتأجل، وبيتأجل لامتى. فهي كلها مسألة بلانر. يعني نقدر نقول الحياة الزوجية ووجود طفل خليكي فعلا تستخدمي الثيرز اللي احنا درسناها والبرامج اللي احنا درسناها في التخطيط فعليا حقيقي ونزلتها تطبق فعلا وفرقت معاك فعليا زي ما بيقول الكتاب صح؟ حقيقي اه. حقيقي فعلا. انا يعني مثلا من ضمن البلاننج التايم مانجمنت ازاي. يعني انا كنت في الاول مثلا مم. عايزه انزل مثلا شغل، فبدي لنفسي وقت ساعه قبل الشغل، فاهم. مم. بعد وجود طفل فضلت فتره بدي ساعه، لقيت ان ايه ده مواعيدي بتخرب، بتاخر على الزيارات او بتاخر على الميتنج او بتاخر على يعني. بقيت بدي لنفسي بدل ساعه ونص ساعتين، بس خلال الساعتين، خلال يعني هما ساعتين ليتس سي ساعه هجهز فيها، وفي ساعه انا حطاها سيفتي مارجن. والله الساعة دي فضلت لي ما حصلش حاجة. ففي حاجات من اللي هي مش important ومش urgent مثلا متأخرة، أطبق هدوم، مثلا أشتغل على البرزنتيشن مثلا ك كسوفت سكيل مثلا، مش ان انا اقرا، لا ان انا اعمل ديكوريشن في البرزنتيشن او ادور على صور او ادور على انيميشن. الحاجات اللي هي not important و not urgent تبقى في الساعة دي. وبنزل براحتي، بنزل براحتي وبقى معايا سيفتي مارجن. الحته دي فرقت معايا، اللي هو دي بقى ما كنتش انا بعملها، فكنت كل حاجه بعدها بتتكركب زي الضمنه كده بالظبط. فدي اللي هو انا حاجات النوت امبورتنت ونوت ايرجنت امتى هتعملها، والسيفتي مارجن بتاعك، وان انت التايم مانجمنت. عمري ما كنت مثلا في الزيارات بتاعتي بحسبها بزحمه الطريق، ان انا لو رحت الزياره دي وبعدين رحت الزياره دي الطريق في الوقت ده هيبقى زحمه، فالاحسن لي ان انا اجل الزياره دي. عمري ما كنت بركز او برتب للدرجه دي. انا بقيت بحاول امينيمايز اي ويست. أه بحاول ان انا ابريك داون الحاجه او اعمل تارجت سيجمنتيشن، بس بقى كل حاجه في حياتي اللي هو
يعني حاجات كده، لو لدرجة ان انا ممكن النص ساعة او الساعة اللي هتبقى قبل ما انزل لو عندي وقت فاضي، ان انا ممكن استغلها في ان انا العب مع بنتي، لان برضو دي حاجة من الحاجات اللي اصبحت تارجت، وتارجت مهم جدا. ف اوفر اول الموضوع، الأمومة عاملة زي أي مهارة، في الأول ما بتبقاش شاطر فيها، بس بالممارسة وبارتكاب الأخطاء ومراجعة نفسك بتصححها، فتلاقي نفسك بتتطور، تلاقي نفسك كل مدى بتكريت حاجة أكتر، يعني بتخترع فن كده أكتر، يعني حاجات كانت بتضيع لك وقتك في الأول، بس لا أنت على مين بقى، أنت بقيت فاهم ومدردح كده ومطقطق في الموضوع، فالدنيا بقت تمام. بس up till now الحاجات اللي فادتني كانت التهيئة النفسية ليا، ask for help من الناس، والبلاننج، البلاننج الرياليستيك، لا في overestimation ولا في underestimation، ما فيش في خطأ في ترتيب الأولويات، لأن أنا ممكن أعمل بلان لحاجات مش مهمة أو مش ضرورية أو objective غلط، أنا كده ضربت الدنيا في مقتل، فهيبقى smart objective عشان نعمل بلان صح. ما شاء الله عليكي. ولاحظت حاجه كمان سبحان الله يعني، ودي بقول لك في جلسات الكوتشنج، ان الناس احيانا بيتعبها البرفكشنزم وبيبقى عائق فعلا للبروجريس. فالقاعده بتقول لي ما وقفش مهاره ربنا رزقني بيها، لكن اوظفها في الاتجاه الصح. اللي حصل معاكي بالظبط حرفيا ده اللي انت عملتيه في اللاشعور وسط الحوار، بتقولي بيرفكت برودكتيفيتي او بيرفكت فيزنت وسط الكلام، مم. او البرفورمانس. البيرفكت برفورمانس بنقصد ايه؟ انا حولت ايه بيرفكت برفورمانس؟ لو ما عندكيش محاوله للخطا، ما عندكيش محاوله ان انا اويرنس للدكتور واخش المره اللي جايه، لا ده انا بخلص من اول زياره. فانت ده حقيقة. البرفكشنزم عملتيه، التايم الافيلبل اللي معاكي لا، يبقى استخدمه صح. ايفن حتى النص ساعه اللي الواحد مش متخيل انها ممكن تعمل حاجه، ربع ساعه هتعمل ايه؟ لا، البرفكشنزم هنا تدخل انه يحسن استخدام الوقت ده. فما شاء الله، ففعلا دي رساله لكل زميل وزميله، لما يكون البرفكشنزم هو فعلا عائق ليه، لان هو بيوجهه في حاجات اعزكم بالله يعني اللي هي سوفسطائيه، حاجات ما تستاهلش. لكن اوجهه ما وقفش للمهاره ربنا خلقني ليه، لكن اوجهها فعلا في الايه، في الاستخدام الصح. فاذا حتى الطريق وزحمته بيتقدر تحسبي انهي طريق افضل، ده بيرفكشنزم، بس يستاهل بقى ساعتها. فبصراحه كنت فعلا لازم اسمع لك كامل، لان فعلا ما وراء المايك او ما وراء الستار زي ما بيقولوا معنى ادق. لا، في حكايات كتيره علشان اوصل والناس ما تبقاش شايفه غير الدكتوره منى رايحه زياره وجايه زياره ورايحه البيت، ما تعرفش ما وراء الستار. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. طيب عودا حميدا، وبعد الفاصل نسال بقى دكتوره منى، اتفضل. الامومه افادتك ازاي في الشغل؟ ذا ليس ذا مور، مم. قانون الندرة. مم. في الأول أهم حاجة الوقت، هو احنا شغلنا وقت مم. وتفكير ورفاهيات. ضيق الوقت كان مخليني زي ما حضرتك قلت في السيشن الأولانية، ضيق الوقت كان مخليني ما عنديش وقت أهدره أصلا. مم. يعني أنا داخلة للدكتور more targeted more specific، اللي هو انا عارفه انا داخله عايزه ايه، ومش هخرج من غيره، عشان انا ما عنديش الوقت ان انا اجي مره واثنين وثلاثه واربعه. دقه المواعيد، مش لازم استنى اروح للدكتور عشان اعرف ان هو ما جاش، انا مم. بتصل بالتليفون. مم. ال- ال- العلاقه مع الاسيستنت او مع اللي تخليني ان هم يعني ask for help، ان هم عارفين ان انا عندي بنت، هم عارفين مثلا ان انا ما ينفعش ان انا استنى الوقت متاخر زياده، هم عارفين ان انا كل ما دخلوني كل ما كان ده افضل. افضل ليهم طبعا، بدل ما اخش لكم بالبيت معايا يعني. اه ما هو حته being a mother يعني، او بقيت شبه كتير من مم. الاسيستنت، مم. كلنا عايزين نروح عشان بيوتنا، كلنا عايزين نروح عشان عيالنا، فده مم. خلق يعني نوعا ما برضو آه،
قرب او حاجات كومن، او انت دايما شبه الناس اللي ظروفك شبههم. صحيح. طيب لو عكسنا السؤال، ثلاث مم. مهارات اتعلمتيهم في الدعاية فادوكي كأم. يعني انا بقيت بكاتيجرايز بنتي، ما بركز قوي في التفاصيل بتاعتها. مم. تفكيري معاها مش بس ايموشنال، لا، ما انا عارفة ان الناس ليهم كاتيجوري واحد اتنين وتلاتة. فانا بقيت زي بالظبط لما يبقى يعني احنا مثلا في الدعاية لما يبقى عندك آه، مشكلة مثلا، ان انت مش عارف تاسك فور كوميتمنت، ما مم. بتروحش تقعد مع حد يقول لك لا ما ينفعش انت لازم تعمل واحد اتنين تلاته. لا، الصح ان انت بتقرا وتتعلم. ask for commitment ده اصلا ده ممكن نقعد نقرا فيه الى ان يشاء الله. فبقيت kind of حلولي معاها او نظرتي ليها scientific. مثلا قبل ما اولدها وانا بقرا عن التربيه وعن سلوكيات الاطفال، فده مخليني شويه scientific مش emotional. يعني مش هي بنتي وبحبها، لا، انا قادره ان انا ابص عليها. وطبعا يعني اللي مش كل الناس عارفينه، تقريبا 80% من شخصيه الطفل بتتحدد في اول 3 سنين. صحيح صحيح. الايشوز، البيهيفير بتاع يعني بما ان انا عندي ولاد اخواتي كتير، فمثلا كان في واحده فيهم بنت مثلا وهي صغيره، لو شطبت في صفحه بتقطعها وترميها كلها. مم. هي كبرت بقت عندها تراست ايشوز في نفسها، ان هي لو لابسه طقم حتى لو الطقم بيرفكت وهي بيرفكت، بس لمحت مثلا بقعه قد كده، هي عايزه مم. تغير، مش حلوه. مم. فكايند اوف خلاني اقدر اقول واعيه اكتر مم. بنفسيه الطفل او سلوكيات الطفل، او شايفه الامومه من وجهه نظر علميه مش عاطفيه، او واعيه اكتر ريزلت. شويه. جيت بس على ريزلت. بالظبط. حاجة برضو تانية يعني، حتة التقسيم important urgent ولا urgent important ولا not important not urgent، أنا بعمل كده مع بنتي يعني. ايه الأهم لبنتي دلوقتي وهي صاحية؟ إن أنا مثلا أسيبها وأروح أغسل غسيل مثلا مش هيشتكي لو قعد لتاني يوم، ولا إن أنا أقعد معاها أعوضها مثلا، أو إن إحنا نقضي وقت كويس سوا. ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يبارك يا لك. رب. فالبريوريتايزنج برضو في مم. في علاقتي بيها. إيه، برضو حتة السوشيال، برضو أعتقد إن الأم اللي بتبقى بتخرج وبترجع، ده برضو زي ما يقول إيه، بيغير جو، غير الأم اللي قاعدة مع ولادها 24 ساعة في 24 ساعة. بحس إن هي شوية الأم اللي شغالة بقى دمها خفيف شوية يعني ايوه تروح صحيح. بتروح عندها بتيجي متنفس، بتعمل. عندها اه بس متنفس اه. فغير مثلا الأم اللي قاعدة، طبعا تقدير لكل الامهات لان اصلا ده عبء نفسي على الام. مم. بس هو يعني مثلا لما تبقى الام قاعده والاب خارج وبيرجع، تلاقي دايما الطفل بيجري على الاب اللي خارج من بره، ايه ده وجه جديد، ايوه. ما تيجي نشوف الراجل ده بيقول ايه، الكلام ده على ايه. فبحس ان نوعا من خروجي بيغير دم، بيغير جو مم. كده يعني. بس طيب يبقى كده ينقلنا للسؤال، ايه المهارة اللي اتعلمتيها في الدعاية حابة تزرعها فيها من بدري؟ طالما احنا عايزين اول 3 سنين نزرع جواها مهارات او سلوكيات او اتيتيود. كأول 3 سنين بس يعني. از جنرال احنا اساسا ان احنا in بنفصل general الحاجة اللي أنا عايزة من الدعاية. أزرعها فيها من الدعاية. من الدعاية الروتس، جذور المشكلة، مم. الايموشنال انتليجنس. يعني مثلا هي حتى وهي دلوقتي كنا لسه خارجين، فهي طفلة بتزقها وهي فرحة، راحت اتاك هي راحت تزقها كان، فاللي هو غصب عني، انا مش مخططه ومش بلانر بقى، وبصراحه يعني مش واقفه بالورقه والقلم. غصب عني مسكتها قلت لها اهدي اهدي، استني شوفي هي قصده ايه، هي بتفكر في ايه. دي مم. حاجه انا لاحظت ان انا بعملها معاها دايما، اللي هو قبل ما تدي رد فعل فكري شويه اللي قدامك كان قصده ايه. يعني ممكن الحاجه اللي انت فهمتيها غلط هي كانت لان طبعا في اطفال كتير بتختلط مع اطفال كتير. فأعتقد أول حاجة هبقى حابة إن هي تعملها، تفكر قبل ما
تتصرف وتفهم اللي قدامها او تقيس اللي قدامها، او emotional intelligence. يعني لو في حاجة تفهم هنحطها نفسها، كده. تفهم نفسها، تفهم الآخرين، تتعلم ازاي تتعامل بالظبط. معاهم، تفصل ما بين. بالظبط اكسبريس. انا حتى لما ساعات بتدخل في anger issues او كده بسيبها تعبر يعني. حتى هي دلوقتي كلامها يعني هي نوعا ما بتعرف تعبر لحد ما هي عايزة تقول ايه. قولي يعني. انا لو هشجعها في حاجة فهي الاكسبريشن والتواصل، تعبر عن نفسها، تفهم غيرها، تاخد وقت شوية قبل ما ترد. هي دي اعتقد دي اول حاجة انا حاليا بفكر فيها يعني. تاني حاجة الديفلوبمنت. يعني اعتقد ان انا هبقى دايما عايزاها تطور من نفسها. مم. ابديت، ريفايز، ابديت اند ريفايز، ابديت. يعني دي اعتقد الحاجة اللي انا هبقى حابة ان هي تعمل. باقي الاهواء والميول ما اظنش همونيتور هير في حاجة. بس لو في حاجة الانسان لازم بجد ضروري يعملها، ان هو دايما دايما يسأل نفسه ايه ال ايه الليتست فيرجن. وإلا يتقادم، تجدد أو تبدد زي ما بيقول فعلا. بالظبط. آخر ما آخد من كلامك اللي هو الأخير، اللي هو بتسيبيها تعبر عن مشاعرها. آخر حاجة كنت بدرسها في البوزيتيف سايكولوجي تبع الكوتشنج كان بيأكد وبشدة إن إحنا فعلا لازم نعبر عن مشاعرنا. وبيبقى غلط كبير ان احنا بنكتب المشاعر، نكتمها كده كده هتبان ظاهريا في جسدنا، في تعبيرات وشنا، وهتعمل مشاكل ليتر اون يعني. او فعلا. اسهل او اسوأ حاجة الباسيف اجريسيف. اه. يعني هي تبعتها كتير، فعلا تبعتها كتير. ففعلا لا يعني احييك بصراحه على النقطه ديت، فعلا ان اسيب اللي قدامي، وخاصه كفيميل يعني، وهي بنوتك ربنا يبارك فيها يا رب، تعبر فعلا عن مشاعرها وما تكتمش. طيب، نتنقل لسؤال في البيزنس نفسه في الشغلانه. تمام. انه انا حطيت اسمك في الكتاب، من كتاب دبل فيزيت. كان موقف كنت حكيتيه معايا في التدريب، فانا حابب اسمع لسه ستيل بتطبقيه، شغاله فيه، او تنصحي بيه زمايلنا ازاي. الفكره كلها لما قلت لي انك بتتكلمي بالدكتور زياره واتنين مثلا عن البرودكت بتاعك، ولو ما كتبش تبقى صريحه وش بتقولي له انت ليه ما كتبتش، وش على طول، صح كده؟ فاكر؟ اه. اه. عايز اسمع منك حاجتين: امتى اقول مم. الكلمه وامتى اصبر عليه؟ ده السؤال الاولاني. بعد كده اسالك السؤال الثاني. قبل ما اسال الدكتور ما بيكتبش ليه، بسال نفسي هو انا دخلت للدكتور صح؟ ده الابديت الاخير. مم. ما يمكن بقول له على بنفيت مش لازماه. ما مم. يمكن جايله في وقت غلط. فبقيت قبل ما اساله انت ما بتكتبش ليه، بقيت بسال نفسي انا دخلت للدكتور صح؟ يعني هل انا الدكتور ده اصلا سمعني؟ الدكتور ده المسج بتاعتي وصلت له؟ انا بريفايز ماي سيلف. وحاجه برضو استفدتها من كوني الدوكيومنتنج. كتر مم. الحاجات اللي في دماغي، الورقه وقلم في ايدي على طول، او النوتس اللي في الموبايل، او النوتس اللي في الساعه. لا، الكتابه فرق شاسع. مم. من اول انا عايزه ازور مين، مثلا الدكتور ده طلب مني بيبر معينه، للدكتور ده اللي عنده ريكوست معين. الدوكيومنتنج مهم جدا 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 يعني. فانا ببقى حاطه بلان واللي هو يعني انا مثلا عارفه ان انا هدخل للدكتور ده في الوقت انا قدامي مثلا 3 4 دقائق. هل هتسمح للستادي ولا هتسمح لحاجه مثلا ماركتنج؟ فانا بقيت بفوكس اكتر، هل انا داخله اتكلم الدكتور بلغته ولا لا. مم. ده اولا. بعد كده بساله، خاصه ان لو الموضوع مش محتاج ترايل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الدواء اوريدي متجاب ومتجرب، خاصه ان انا بشغل على حاجات سكر وكده. فالموضوع برضو مش مثلا مضاد حيوي او فيها مسكن ريسك، هيبان فيها في ريسك، اليوم. وفيها قرار صعب، صح. مم. بالظبط. وخاصة انه ليه علاقة بالقلب، فدكاترة مم. القلب شغلهم ما فيهاش هزار. مم. ففي الاول كنت بحتاج ان انا ابني بيس قوية. بعد كده بقيت بدخل للدكتور. انا عايزة احدد يا اما يعني انت ما عندكش انترست ليه، يا اما انت عندك خوف ليه. ما هي حاجة من الاتنين. في حد ما كتبش يبقى هو ما اشتراش او خايف. مم.
صحيح. فخلاص بس هل انا، يعني هل اللي خايف دون انا دخلت قعدت ابيع له مزايا وسايبه خوفه، ولا اللي مش خايف انا دخلت اطمنه وما شجعتهوش، او ما حمستهوش، او ما حسستلوش ان انا هضيف له جديد في روشته. فانا لو حددت الاثنين دول مم. ولقيت ان انا عملتهم، فبطلع اديترماين النيد. وحتى وطبعا يعني برضه عشان يعني ممكن مثلا دكتور معين انا ممكن انزل يوم اجازه على دكتور معين بعينه، بس انا عايزاه هو مم. لوحده. ممكن ليه؟ لان احيانا وقت الزياره او او استناه في اخر اليوم خالص، او يعني دي حاجات برضو كنت ممكن ما اعملهاش قبل كده. يعني انا ممكن ناخد دلوقتي. قرار عشان ناخد قرار معاه، صح؟ بالظبط بالظبط. مم. مم. ممكن في يوم اتاخر في زياره ازورها متاخر وارجع متاخر، بس في المقابل انا مش هنزل مثلا عشان الزياره دي هنزلها 5 6 مرات بلا نتيجه. مم. الناس ناخد قرار. بالظبط. مم. والموضوع بقى اللي هو ايه، مش عارفة، بس يعني ممكن برضو الواحد لما بيكبر بيبقى ناضج شوية. مم. في كتير من المناديب بيبقوا شغالين مش حاسين بفاليو. هو مثلا يفرق ايه عن اللي بيعمل ماركتينج المسحوق غسيل؟ مم. انت بتبيع دواء، انت مم. فعلا ممكن تكون شغال على دواء هينقذ حياة بني آدم. مم. انت ممكن فعلا تكون تندرج تحت بند من أحياها. انت ممكن فعلا تكون، انت لو انت فعلا حاسس بقيمه الشغلانه بتاعتك، فانت نازل لازم تبقى نازل بميديكال نوليدج كواليفايد انف لنفسك وللدكتور اللي قدامك وللبيشنت اللي هتسال عنهم. ف مش عارفه، دي حاجه برضو اتغيرت معايا، ان هو لا، انا بقيت حاسه بالفاليو بتاع الشغل كدعايه. انت مش شغال على حاجه اللي هو يلا تارجت شقلب وقلب، لا، انت ممكن في يوم تدخل دكتور مثلا تفيده بمعلومة معينة تنقذ حياة حد تاني، أو تكون السبب مثلا في إن أنت، يعني أنت ممكن تبقى شريك الدكتور ده في النجاح. كتير من الدكاترة مثلا بيبقى النيد بتاعته مثلا لو بيحضر ماستر بيحضر دكتوراه، بيبقى النيد بتاعته مثلا مرجع معين أنت تقدر تساعده يوصل له. مم. صحيح. الموضوع بقى ليه فاليو ديزيرف ان هي تتحس اكتر من ان انت داخل يلا 200 علبه من الدكتور ده و100 من الدكتور ده الصيدليه. لا، انا ما بقتش بمونيتور الموضوع كده بس. وبصراحه لو دخل في الحته دي انا بحس ان انا بعطل، اللي هو لا، ايه ده، مش قيمتي، ما مش مستاهله لازلتي يا جماعه. هل فممكن شويه الموضوع بقى مش عارفه اجيب الاكسبريشن المناسب، بس هو الموضوع بقى ليه اسكس اكتر او هل رساله. هل ده ليه علاقة باسمك على الفيس، حورية يحيى؟ لا، اسمي على الفيس ده اخر بواقي الطفوله. هو اسمي على الفيس ده ليه قصه كده، اه. بس اخر بواقي الطفوله. وانا برضو يعني مش معنى ان انا كبرت وبقيت ماما ان انا مفيش لسه رواسب لا، طفوله. التشايلد ستيل موجود، ده كويس. اه لا، ملهاش علاقة. هي لها قصه، كان ليها قصه بايام كان عندي كام وقتها؟ كان عندي ممكن 20 سنه مثلا. دي بس الطفولة. عادي يعني. دي الطفولة يعني، تمام. لسه فلا ملوش علاقة ويعني تمام. ممكن وبرضه قافلة كويسة، يعني اللي هو عادي خلاص. يعني بتهيألي معظم الدكتورز بقوا عارفين ان منا اللي عاملة نفسها حورية، ولا الحورية اللي عاملة نفسها منا. صحيح. صحيح، اللي ما انت عايزه كويس. ما احنا كتير، فاحنا الواحد بيدور يتميز ازاي، احنا بينا اكتر من البيشنت احيانا في العياده الواحد. بس فعادي يعني بصراحة انا يعني في حاجات كده اللي هو لا، سيبها كده تفكرنا بأيام كده يعني. طيب، بس سؤال قبل الاخير. سؤال قبل الاخير. الدعايه في 3 كلمات ممكن يكونوا ايه معاك؟ 3 كلمات ثانية واحدة، كوظيفة ولا كوصف؟ تفرق. وصف واحد داخل الدعايه جديد، فبيقول لك ايه هي الدعايه، واحد زميل فريش ما يعرفش حاجه عن الدعايه، عايز 3 كلمات. to be or not to be. بصوت اسمه مين، شكسبير. بصراحة اه. الدعاية to be or اه، not to بي be. اور يا نوت. هتحب الدعاية تدخلها صح هتتميز. صحيح. يعني الشخص اللي بينجح في الدعاية حرفيا هو بيتحول لشخص بلانر وأورجنايزر ومانجر في حاجه كل ده حاجة في حاجه. حياته. من أول ما بتدخل السوبر ماركت
مهم. لحد ما تروح بيتك تنام. انت خلاص مخك اصلا بيتسطب على التاسكات، الريبورتات، البري كول اناليسيس، بوست كول اناليسيس، هاو تو اسك فور بزنس، الكاتيجورايز. انت خلاص مخك خلاص. اصل دي احنا ما بنشتغلش مثلا من الساعه 8 الصبح للساعه 3 العصر. احنا 24 ساعة احنا بنحاول نخطف وقت لينا. بالظبط. انت في الصيدليه كده، في العياده كده، ما بين الزيارات كده، مع مديرك كده، مع زمايلك، خلاص هي دي اللانجوج بتاعتك. فهي هتدخل الدعايه وتتشربها وتتشربك، وفعلا تبقى شخص هتستفاد منها يعني. مم. هتستفاد منها لان هي علاقات قبل اي حاجه. مم. فمين مش محتاج علاقات؟ مين مش محتاج يعرف متى امتى يقول ايه ومع مين وازاي؟ فهي يا هتبقى ويعملها ناجح صح. في كل ويعملها صح. حاجه، to be or يا not. اما هتكره نفسك. صحيح. اه والله فعلا هتكره فعلا. نفسك وهتكره الشغلانه هتفوت لها بلاد يعني. to be or not to be. اما ان الموضوع هيتحول بالنسبه لك ان انت لود رهيب بشكل لا الواحد يتخيله، اضغاث بالظبط. احلام واحلام يقظه وكل حاجه. بالظبط، وعندك 80 دكتور ولا 100 دكتور وعمالين يقعوا منك، وتجيب ده توقع ده، والموضوع تليفونات من هنا ومن هنا وناس بتتصل. الموضوع أشبه بضربة حظ. حتى لو نجحت فالموضوع أشبه بضربة حظ. أنت قدرك مثلا رحت للدكتور، الدكتور ده معجب بالمادة، كتب لك، أنت حققت، بس أنت لا فاهم يعني. مثلا مم. وقع في إيدك دواء لونش، فأنت لا فاهم يعني إيه لونش، ولا فاهم علاقات بصيدليات، ولا فهو to be or not to be. نختم ما بقى. تمام، نختم بنصيحه لكل زميله داخله جواز جديد، يعني عروسه جديده او داخله على جواز خلاص وخايفه او مقلقه من انها تبقى مرض وممكن يعطل شغلها او ما تعرفش تعمل توازن. لو اديتها نصايح تكون ايه؟ نصايح سريعه. أول حاجة لازم المصارحة مع شريك حياتها، وده أهم حاجة. إن هي طبيعة يعني، ممكن إحنا شغلنا على قد ما بيتطلب وقت كتير، بس في flexibility مم. يعني، kind of في flexibility. ولو في time management كويس، فأعتقد إن هو بيبقى كويس وحلو يعني. فهي أول حاجة المصارحة. تاني حاجة البرايد يعني، feel proud of yourself. يعني احنا شغلانتنا شغلانة صعبة، بس لو في ست ناجحة في شغلانتنا دي، فهي أكيد ست ذكية. ومفيش ست ذكية مش جامدة جدا. الذكاء مع الأنثى اه بيخليها يعني سترونج. حاجة كده of value. عشان الست الغبية يعني، كنت دايما يعني الباشمهندس أيمن عبد الرحيم كان دايما يقول الراجل ممكن يبقى غبي وعادي، إنما الست لو غبية كارثة، مصيبة، في بيت بينهار. بيوت. الأم بالظبط. البنت هي أم، هي زوجة، هي أخت. البنت لو ذكية فهي حاجة كده حقيقي تستحق الابريشيشن. وزي ما لازم هي ذات نفسها تبقى واقفة قدام نفسها، عارفة إن زي ما في حلو زي ما في كوست هيتدفع. مم. ولازم تبقى فليكسبل، مم. وتقلل ايموشن شوية يعني. يعني تبقى فليكسبل ان كل مرحلة في حاجة هتتغير، فانا لازم اطور حاجة واخسر حاجة واكتسب حاجة. والمصارحة أنا شايفة إن يعني مشكلة شوية البنات اللي هو مالك مفيش، مالك مفيش، مفيش وقت يا حاجة انجزي. صحيح. مالك محطوط عليا. عندي سيلز مالك ريفيو تقفيل عندي. الشهر خربانة مني. عندي سيلز مالك ريفيو عندي مفيش كوارتر. عندي. اه اه مزنوقة في برزنتيشن، واعمل حسابك هنطلب من بره اه. بسرعة مم. يعني. صحيح. فلكسبيليتي شوية ولو هي مش متجوزة حد من الكارير، فهي محتاجة صبر شوية. ان هو تبقى فاهمة ان هو مش فاهم. هي ممكن الحاجة اللي مم. بتعملها باي ديفولت يعني. انا مثلا ممكن ماليش صحاب قوي بره الكارير، مم. بس فحصل قدر ان انا اعرف حد بره الكارير فبيكلمني، فانا داخله زياره هكلمك تاني، لا قفلت. قفلت السكه في وشي. ايوه. طبعا انا وقفت كده ثانيه، لا هو مش فاهم. مم. دي ممكن لو حد، دي ممكن حد بره قال لا دي قفلت بره مم. في وشي. قله ايوه الذوق دي. ايوه. فهي لازم تبقى فاهمة ان اهم عادي حد قافل عليك في اي وقت عادي، ما تقوليش ايه اللي حصل يعني. لازم مصارحة وستيب باي ستيب. وزي ما احنا بنهندل الدكاترة ونبيلت رابور وبنهندل الاوبجكشن وبناسك فور بزنس، بنعرف ازاي نعمل وين وين سيتويشن. السكيلز دي كلها هي محتاجة تمارسها
مع البارتنر بتاعها، وهي دي هتبقى اهم ديل واهم صفقة في حياتها. صحيح، وده ما احلى نجاح تفصليش ليها بالظبط. يعني، مم. يعني بمعنى اصح اللي هو ما تعمليش تضاد مع نفسك. مم. يعني انت ميديكال ريب دي حاجة لو استخدمتيها في بيتك هتبقى حاجة جامدة جدا. مم. دوسي. ما تحاوليش ان انت تتنشني او تحسي ان انت هتتقسمي نصين، لا خالص. الموضوع هيحتاج بس شوية في التعود بس. المصارحة والتهيئة النفسية المصارحة ولا بص، هي المصارحة يعني. هي بلاش جو المصارحة. مالك مفيش. مم. صح. مالك عندي سيلز ريفيو. مم. مالك ابعد هات عني. لنا أكلة من بره، هات لنا أكلة من بره، انجز يا نصحي. بص، ما بنتكلمش سيلز ريفيو ده يعني ايه؟ يعني ما بنتكلمش يا معلم. بنتجنب طب برضه انا الكلام. اعمل لك انا سيلز ريفيو في البيت، فخلينا انا اشيل الليله هناك والدنيا تمشي معاك. بالظبط كده. واخر حاجة يعني enjoy your weekend. اه، ما تستنيش نخلص شغل اللحظه، الاربع. الكلمه اللي بتقوليها ما استناش اللحظه، عيش اللحظه. اه بالظبط. وفي الويك اند احنا في الويك اند. والله لو ايه اللي حصل احنا في الويك اند نقطة. مم. كل ما الانسان كان عامل حدود مع نفسه الاول ومع الاقربين ليه ومع شغله، كل الحدود بتريح، عشان مش لازم كل اسبوع نقعد نعيد نفس الكلام. فمن البداية المصارحة وابقى عارفة حدودي واتبادل الكلام مع الطرف اللي قدامي او الاطراف اللي قدامي. سواء مم. لان طبعا مفيش ست متجوزه او ميديكال ريب هتحتاج هيلب من مامتها، من حماتها، من اختها، من اخت جوزها وات ايفر. يعني مصارحه والتقدير يعني برضو لازم الواحد يشكر الناس اللي حواليه all the time. مم. ما يبقاش شايل طاجن سته معظم الوقت. يعني حته الورك لايف بالانس دي يعني اعتقد محتاجه قوه شخصيه شويه من الست مم. او برضو من الراجل، بس يعني ممكن الستات ايموشنال اكتر، فاحنا بنقلع الشغل جنب الشنطة، جنب باب البيت. صحيح. وكذلك البيت، بنخرج الشغل سايبين البيت مع البيجامة، مم. عشان الدنيا ما تفرطش عشان مننا ونتنرفز على الدكاترة عشان متخانقين في البيت، او نتنرفز مع البيت عشان متخانقين مع الدكاترة. مم. فلا احنا بنفصل. وانا شايفة والله ان مفيش ست ميديكال ريب ناجحة وفي بيتها يعني صعب قوي تبقى فاشله لو هي فعلا ناجحه كميديكال ريب مش بتحقق. عشان ليس كل من حقق طبعا. كميديكال ريب. دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي مش حاجه. كل حد حقق بنلاقيه يبقى مدير يا جماعه. وده وهذه رساله نوجهها من هذا المنصه، صح؟ بالظبط. هو بس احنا لازم نخرج فاصل بقى كده، ولا المخرج يقطع يا مخرج؟ تمام. لا، دي ان شاء الله نناقشها في بعض المواضيع الجايه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. حقيقي سعدت جدا والله باللقاء معاك يا دكتور منى، وشكرا على الانسايتس. المعاناه اللي كل زميله شغاله وعندها اولاد او جاهز يكون عندها اولاد، هي مسؤوليه كبيره وتبعات كتير وحمل كتير ومسؤوليه تفوق الوصف. بصراحه بصراحه الله يكون في عونكم. شكرا جدا على نصايحك، شكرا على مشاركتك التجربه، ونشوفك على خير ان شاء الله. انا اللي شكرا والله، واستمتعت جدا يعني ومتشوقه للبودكاستنج كتير تاني. ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. مع شكرا السلامه. لك. مع